ابوس ايدك ابعد عني. تجيب سيره مين النهارده؟ ابوس ايدك ابعد عني. على فكره بقى ايه نازل فاهمه غلط يا حبيبي اقول لك على حاجه، قلت على نفسك انه نص صناع المحتوى كارهينك. حلو حصل صح. حصل. انا مش عايزهم يكرهوني انا. لا مين انت حبيبي انا حبيبي يعني الناس مش فاهمه. فاهمني يا سيدي. اقول احنا دلوقتي كنا بننتقد ايه؟ محتوى صح. احنا ما انتقدناش ناس، ما انتقدناش اشخاص. لا يعني انت لو انتقدت اشخاص انا هقول لك لا، وانت نفسك مش هتعمل كده. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، حتى الناس في الكومنتات يا عم اللي مش عاجبه محتوايا يقول لي بكل احترام عادي جدا يا عمي انا ما بحبش مثلا المحتوى كذا عندك، المحتوى الكوميدي، محتوى الحكي، محتوى الليبسينج، محتوى النقد. بص انا قلت لك كام محتوى لحد دلوقتي، في محتوى الاخبار برضو كان موجود، وكان في محتوى بتاع المواقف المحرجه بتاعتي اللي كنت بقعد احكي. بص انا عامل مليون محتوى عشان برضو اللي لسه هيسالني انت بتعمل محتوى ايه عشان تنتقد الناس دي. انا بقالي هنا 8 سنين على الابلكيشن ده، داخل في السنه الثامنه اهو. عملت كل سنه كنت بعمل محتوى تاني او بضيف محتوى تاني للسلسله بتاعتي. يعني كل سنه كنت بغير محتواي، وعلشان كده كل سنه بلاقي دايما ان انا بثير الجدل في المحتوى اللي بعده، لان الناس ما بتبقاش متقبله. لان مثلا زي السنه دي انا كنت بشتغل ليبسينج، بقالي سنه ليبسينج، فكل بيجي يقول لي ايه يا عم انت بتتكلم ليه يا عم انت بتاع ليبسينج، بتعمل ايه اصلا انت؟ تافه اصلا بالزبط. انت ما عندكش وهو متابعني في الليبسينج. أيوة. يعني التافه اللي بيقول لي ده هو متابعني اصلا فاهم؟ بس يقول لي ايه لا ما خليك انت بقى يا عم انت في الليبسينج بتاعك وما تتكلمش في حاجه. ما انا بتكلم لان انا زمان برضو الكلام ده كنت من سنتين بعمل نفس اللي انا بعمله النهارده، بس ما كانش متشاف قوي ساعتها. دلوقتي بقيت متشاف الحمد لله، ده رزق من ربنا. جايين نوضح النهارده، المفروض على فكره الحلقه دي مش هي اللي تنزل، احنا بس عاملينها كده كروكي عشان نفهم الناس احنا بنعمل ايه بالظبط. الكلب جاي علينا. الكلب ده ايه نظامه؟ يا عم بني ادم غريب لازم يخاف. حتى الكلاب كرهتك. لا ما تقولش بقى. لا والله انا ما انتقدتش الكلب، انا بنتقد الشخص بتاعه. الكلب كرهك. انا بنتقد اللي نازل منه مش هو. احنا المفروض ترتيب الفيديو ده احنا عاملين اصلا حوالي داخلين على الفيديو الثامن. اللي انتوا شفتوه ده كان الفيديو الاولاني وموجود في الحته الثانيه برضو. قالوا كده في 7 فيديوهات لسه هتنزل. خلاص احنا لسه ما قلناش حاجه، احنا لسه ده بنسخن بس كده معاكم. وفي مفاجاه في اخر الفيديو ده، يعني اللي هو مش الفيديو اللي بتتفرجوا عليه، لا في اخر كل الفيديوهات تابعوا. عمر الشريف جاي، عمر الشريف ورشدي اباظه وكل القتله كله. انا جايب كله، انا مش سايب حد في حاجه. صباح اللي في التربه انتقدتها بس مش سامعها طلعت التربه دي بس مش هي. احنا بس كل الموضوع ان احنا بنسال بعض اسئله، اللي هو زي محمود انت بتحب مين من المغنيين مثلا؟ بتحب تامر حسني؟ تامر حسني بحبه. بتحب عمرو دياب؟ لا. حلو. ليه؟ الحقيقه انا من مثلا ممكن اقول لك من 2013 ما بسمعوش. خلاص ذوقه. انا بحب عمرو دياب. محمد رمضان بحبه. شخصيه ولا كتمثيل؟ مش فارقه معايا انا بالنسبه لي ولا شخصيه ولا شخصيه. احنا ما بيناهوش مثلا. يعني زي ما انا مثلا ما قابلش برضه حمو ايهاب بالمناسبه. انا حمو، طب ثواني بقى انا هدخل بس في موضوع سريعا. تمام. حمو عمل فيديو عليك. عمل فيديو فانا دلوقتي انا ما قابلتوش شخصيا، ولكن انا كنت بنتقد المحتوى اللي بيعمله، ان هو مثلا مش اللي هو وحش مثلا او حلو عموما، لا بتكلم ليا انا، اللي هو مثلا رشاد انت بتحب البيبسي ولا الفانتا اكتر؟ فاهم؟ لا والله بحب السيفن. فاهمين الفكره كانت ماشيه ازاي؟ انه مش انت وحش او حلو كحمو، لا مش انا اللي هقول اصلا ولا محمود اللي هيقول، واحنا الجمهور اللي اتكلمنا على فيديوهات التيك توك. احنا ما جبناش شخصيات ولا اتكلمنا على فيديوهات اللي انت بتعملها في المنصات التانية ولا الكلام ده كله. يعني لانه انا ما عنديش، او بمعنى ادق البرنامج ده معمول للتيك توك بالظبط. هو اسمه قعدة تيك توكر، فاهم؟ بس فهو معمول للتيك توك ولمشاكل التيك توك والناس اللي فيه. فبالتالي احنا بننتقد المحتوى مش بننتقد الشخص. يعني انا ما قلتش ان حمو وحش او حمو حلو او بالعكس، ده انا قلت انه حمو بقاله معانا كتير سنين كمان، وفي ناس كمان تانية قلت عليهم ان هم اصحابي وان هم برضو بنتقدهم عشان هم اصحابي، ولكن برضو زعلوا خلاص من نفس الموضوع. وانا ما اعرفش ليه شخصنوا الموضوع. في منهم فهم الموضوع انه بنتقد المحتوى بتاعهم، وهيجوا معانا على فكره في بعض الحلقات اللي جايه علشان افهمكم بس ان فكره النقد دي المفروض تكون موجوده ما بيننا. ان انا ممكن مثلا محمود اهو صاحبي بالزبط. انا ممكن مثلا اقول له محمود التيشيرت ده ما بحبوش، وحش، شكله وحش جدا بجد، شكله وحش. المفروض بقى محمود يقول لي ايه انت مال صح؟ لا بس انا ما بقولوش بقى وحش عليك وانت اللي وحش وانت شريته وحش، لا بالظبط. هل انا كرهت محمود او انا بقول لك محمود؟ بالعكس يا باشا، بقول لك ايه، حمو يابا عنده 9 مليون. فانا اسف يعني مع احترامي ليك، يعني حضرتك سايب رشاد اللي يقول رايه؟ مش ممكن. فبالتالي انا كنت مجرد شخص بسيط بقول رايي بشكل منطقي. هو عمل لك فيديو، انت ليه ما ردتش في الكومنتات عنده اصلا؟ سؤال حلو. انا رديت فعلا في الكومنتات. لا والله. والله رديت في الكومنتات فعلا وقلت له يلا بينا نتقابل.
يس يمشي بقى. رديت فعلا في الكومنتات وقلت له يلا بينا نتقابل عشان نفهم الناس فكره النقد والكلام ده كله، وانت شخص جميل والكلام ده كله، وعملت له فولو متابعه بالمناسبه. وفي الاخر هو مسح الكومنت بتاعي. هتقعد تقول لي فين سكرين شوت وايه الدليل؟ يا سيدي مفيش دليل، قشطه مش موضوع، انا كده كده عادي ما عنديش مشاكل مع حد، ولكن بس ليه مش حركه حلوه. ايه ما اعرفش بصراحه، ما اعرفش، ما اقدرش اقول ليه، ولكن ما كانتش حركه محببه ليا خالص، لان انا كنت حابب بالعكس ان احنا قدام الجيل اللي طالع ده ان احنا ممكن عادي جدا ان انا انتقد شخص. اقول لكم على حاجه، انا كان عندي انا في دراستي كان عندنا 3 اقسام في الجامعه. كان عندنا تمثيل واخراج، ده اللي انا طالع منه، وكان عندنا ديكور، وكان عندنا الثالث نقد ودراما. نقد ودراما، تدرس 3 سنين نقد ودراما، يعني 3 سنين نقد. ايوه انت 3 سنين ممكن تقول للدكتور اللي بيدي لك المحاضره انت مش عاجبني، فاهم؟ ما بتدرب بقى، ايوه فيديك برافو امتياز. هي دراستنا كده. النقد موجوده من زمان، بس احنا اللي بقينا بنقله، او تعالوا نقول بنكبر صناع المحتوى زياده عن اللزوم. بالظبط يا ابني. صناع محتوى ايه؟ انا عامل فيديو بقول فيه ان انا ما بحبش طعم الزبيب ولا في الرز ولا لوحده ولا في الحلويات. عارف واحد داخل يقول لي بيقول لي الزبيب تاج راسك. ايه ده؟ في والله العظيم ليه تاج راسه؟ ليه تاج راسه الزبيب؟ واحد تاني داخل يقول لي هو الزبيب خالك عمك. الزبيب، والزبيب عمك ليه؟ واحد ما بجد بيحبش والله. الزبيب. انت متخيل؟ ما الله. اتكلمناش على شخص. انا مثلا بحب بتكلم على القلقاس، الزبيب. انا بحب القلقاس بقى، عاشق للقلقاس، ممكن اكله حاف. قولوا لي بقى في الكومنتات كام واحد بيكره القلقاس ويقول لي لو انت ازاي حد- بقى ما بتاكلش، انت ازاي بتاكل قلقاس؟ فاقطعه مع اعمل لي انفولو لو انت ما مبدئيا بتاكلش ما قلقاس. حدش عارف شكل القلقاس نفس الشكل ده. دي القلقاسه. انا مره زمان واحد صاحبي بيقول لي يعني ايه قلقاس، قلت له يعني قول قلت له قول بقى، قول كتير قول بقى، قول القاس كتير. اللي في العالم، قلقاس. تخيل كده يا جماعه. لو هننتقد فعلا عن النطاق بقى الشخصي، خلاص هنتبع اسلوب تاني خالص مش هيعجب الناس، اللي هو زي مثلا ممكن اقول للشخص ساعتها زي حمو مثلا، ممكن اقول لك يا باشا انت راجل اصغر مني في السن، فاكيد يعني اكيد ممكن انا مش هتكلم عليك عشان انت صغير مثلا، وانا اكيد مش هكون صاحبك لان انا اكبر منك. هقول لك مثلا انه انت مش راجل نقابي زيي، فبالتالي ما اقدرش قوي ان انا اقارن نفسي بيك والكلام ده كله. لكن لا، احنا بنتعامل هنا اننا بشر عادي، واننا صناع محتوى. بالعكس انا واحد منكم صانع محتوى، مع اني ممثل ومخرج نقابي بالمناسبه، دارس وعارف كل ده، ولكن بتكلم ده عادي. لو على كده الناس هتقفش. ده انا علي غزلان ده مش بعيد اقسم بالله صعبان عليا، والله العظيم صعبان عليا، ده ما فيش واحد دافع عنه. ليه فعلا؟ واحد، ليه؟ شوف واحد. انت ما انا عشان صاحبي بس، انت دافعت عنه. ما انت هو صاحبي الوحيد. مش اكتر. انتوا لازم تستوعبوا الموضوع انه ده نقد، ده نقد، ده طبيعي بالظبط. جدا. ان انا اقول لك مثلا والله انت حطيت لي كريم كراميل، ايه ده؟ لا ما بحبش الكريم كراميل، لا اجبرني بقى كل الكريم كراميل. وحسيت بقى الموضوع، اقول لكم بقى انا بجد 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 شفت الناس اللي زعلت دي عملت ازاي. عملت كده اهو، اللي هو ايه، هنا انت قلت على المحتوى وحش، لا يا عم المحتوى حلو يا عم، يا عم المحتوى حلو يا عم، اللي هو طب محتواك حلو يا حبيبي. بدنا اقول لكم على حاجه، ده انا قلت على امي جبت سيرتها قلت تخيلوا يعني لكم كان دي بتعمل ممكن محتوى، وانا ما بحبش اتفرج على المحتوى. كان ممكن ما تبيتكش في البيت على فكره في اليوم ده. فتخيل انت وشافت بقى. الفيديو. ايوه ده والله شافته وانت بتمنتجه عادي. اصلا عادي. فانا اسف يعني، معلش يعني، انت اهم من امي. بجد والله. وانا مع احترامي ليكوا يعني، ده انا امي بقول لها كده. فده النم ينم على ان احنا المفروض نكون اشخاص عاقلين بالغين، وعندنا جزء من ضبط النفس. ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات حابين مثلا ننتقد محتوى مين، او تبعتوا لنا برضو المحتوى ده على الانستجرام بتاعي، او على الانستجرام بتاع محمود، او على التيك بالظبط. توك بتاعي، ايا كان. اعملوا لنا منشن الكلام ده كله، وقولوا لنا يلا ننتقد، واحنا كده كده بننتقد بكل احترام. عادي. علي غزل عارف اقول لك انا هكلمه دلوقتي اقول له ان انت ما بتحبوش، ما بتحبوش، حبيبي ما بحبوش، خنقتني بيه. هو اللي بيت عمل لك كده. في العربيه بتاعتك كده من كام يوم. هو اللي كسرها لي عشان هو سيادتك كمان حامل يعني قلنا تقولوا لنا. لا ما تقولش، لو عايزه تعالي، احنا اي حد بنعرفه هنا بيطلع معانا. بيطلع معاك فين؟ في الحلقه دي لا ما بطلعش. نازله النهارده لا بجد. لا رد صاحبتي بس كده من ورا الكاميرا، من ورا الكاميرا، من ورا الكاميرا بس حد كده. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ قولوا لنا مين اللي انتوا حابين ان احنا ننتقده الفتره اللي جايه، وكمان قولوا لنا مين اللي انتوا شايفينه رشحوا لنا بقى مين المحتوى اللي احنا ممكن نتفرج عليه. مثلا في ناس كتير انا ما اعرفهاش، اكيد ما اعرفش كل السوشيال ميديا اللي موجوده على التيك توك بالتحديد، لان احنا كتير قوي على فكره. بس فاعملوا لنا منشن كمان لصناع المحتوى اللي انتوا حابين ان احنا نتابعهم الفتره الجايه، واستنوا دايما لاواخر الفيديوهات كامله موجوده في الحته الثانيه، لكن انا بنزل هنا المقاطع بتاعه الفيديو حته حته لحد اخره. الفيديو اللي عليه الجدل لسه ما خلص، لسه عليه شويه اسئله تانية، لسه عليه شويه مفاجآت تانية، وفي 8 حلقات لسه هينزلوا. الحلقه دي احنا بس نزلناها النهارده كده عشان نفهم الناس احنا بنهبب ايه.
ونفهم علي غزلان ان محمود ما بيحبك. احلى حاجه حبيبي قلتها. كان هيحط صباع في بقي. اي حد زعل مننا ما تزعلش يا عم حبيبي، يلا سلام يا باي. فلاح.